حياكم الله. نقاط القوة يعني علي بن الشيخ، خلينا نتكلم على نقاط القوة الدفاعية في المغرب. المغرب حقيقة عنده دفاع قوي، يدافع كما يلزم الحال، لأن بين الوسط الميدان والدفاع متقاربين، دونك يعاونوهم في الدفاع للمدافعين. هذه القوة تاعهم. عندهم الوسط الميدان المغرب يلعب فنيا في المستوى ويهاجموا بسرعة. الإمارات نفس اللعب فنيات كذا، ولكن ما يسرعوش فيت كما يقولوا، يروحوا بالعقل كما يديروا البرازيليين، بالعقل ومن بعد باش يهاجموا. انا نظن المقابله هذه راح نشوفوا مقابله في المستوى العالي، ولكن كاينه حاجه واحده اللي حبيت نذكرها، وما شفنا المدرب تاع المغرب في التغييرات وفي التكتيك في المستوى، ولكن شفنا قالنا المدرب تاع الامارات قالنا تكتيكيا وفي التغييرات في المستوى. لماذا نتكلم على الامارات؟ لان شفت المقابله الجزائر والامارات، المدرب تاع الامارات عرف وراهم اللاعبين الجزائري اللي ينجموا يديروا له الخطر، اللي هو براهيمي وبولبينا. حط لهم اللاعبين تاعهم دي دافعين ولعبوا معاهم بخشونه باش ما يخليوش براهيمي يتحرك كاع كيما يدير ما نجمش. وهنايا تغلب تاع الامارات تغلب على ديالنا، ولكن هنا المدرب اللي راهو مقابل تاع المغرب او داكي يعرف هذا الشيء هذا. هل الامارات راح يديروا نفس اللعبه كما داروا الجزائر اللاعبين تاع المغرب؟ لان عندهم هجوم في المستوى، وخاصه صحاب الوسط الميدان. المغرب عندهم كره هذيك سرعه، وينجم اي لاعب يروى لك واحد اثنين ويروح. هنايا راح نشوفوا، انا ليا بعد هذا كاع واش قلت، راح نشوفوا هنايا المدربين هما شكون اللي راح يتغلب تكتيكيا على الاخر. عادل، لو انا قلت لك عط محاضره عن قوه المنظومه الدفاعيه في المنتخب الاماراتي، ماذا سوف تقول لهم؟ تنبيه، تحذير، انتبهوا. للمنتخب المغربي؟ لا، انت ابيك توصل رساله للاعبينكم عن قوه المنتخب المغربي. شو راح تقول لهم؟ اولا انا شفت المنتخب الاماراتي عنده قوه دفاعيه صلبه، رغم انه في المباريات الاولى انهزم امام الاردن ب2-1 وتعادل مع مصر 1-1، ولكن انفجر هجومه في المباراه الثالثه امام الكويت 3-1، واكد ذلك امام الجزائر، لانها كانت مباراه قويه تكتيكيا. وبالتالي ما يمتاز به المنتخب الاماراتي على المستوى الدفاعي فهو نشيط جدا، ورغم انه استقبل عدد من الاهداف، ولكن رغم ذلك يبقى صلابه دفاعيه. الى قلنا اللاعبين، ربما في المؤتمر الصحفي اليوم الذي حضرته كان هناك مقارنه بين المدربين. لاحظ يعني جل الصحفيين ناقشنا، يعني لا صحفيين اماراتيين ولا صحفيين مغاربه ناقشنا، لاحظنا في وجه المدرب الروماني كوزمين على انه متخوف من حاجه واحده، وهي ان المغرب اولا استفاد 4 أيام راحه، المنتخب الاماراتي فقط 3 أيام. لا، خليك من الراحات. كلمني، انا قلت لك كلامي واضح. اذا بتنصح لاعبينكم عن المنافس غدا، شو راح تقول لهم؟ يعني خصمك اولا يجب الهجوم منذ البدايه. يعني حطوا عينكم على منه مثلا، حطوا عينكم على كذا، اذا تبغي تخترق الدفاع الاماراتي لازم تعمل كذا، هذا قصدي يعني. لا فعلا انا متفق معك على اساس انه المباراه غادي تلعب كما قالوا الاخوان على جزئيات، وبالتالي المغرب عودنا على انه يلعب بمنظومه هجوميه، بمنظومه تكتيكيه من وسط الميدان ولعب مباشر، وبالتالي على مع صلابه الدفاع المنتخب الاماراتي وجب على طارق السكتيوي ان يدخل في المباراه منذ البدايه، لانها مباراه لا يمكن. كيف يعني يدخل منذ البدايه؟ يعني من البدايه يكون بصيغه هجوميه، يعني لا تكون هناك جس النبض،
كما يقال بين المنتخبين. يجب من البداية أن يهاجم حتى يستطيع أن يحقق على الأقل هدف، لأن تسجيل الهدف لصالح المغرب يعطيه فرصة أنه أريحية، لأن المنتخب الإماراتي كلما كان هناك تعادل أو انتهى الشوط الأول بالتعادل تصعب المباراة على المنتخبين وبالأخص على المغرب، لأن المغرب يحبذ أن يسجل مبكرا لكي يتحكم في مجريات المباراة. وبالتالي أنا أنصح اللاعبين أنهم منذ البداية يشنون ضغطا على الدفاعات الإماراتية. ما تخاف من عملية إذا كان المنتخب هو خلاص أنا بمشي مع على جواد ما بس دقيقة. الآن أنت لما تطالب لاعبين المنتخب المغربي بالضغط على المنتخب الإماراتي والهجوم بداية المباراة، ما عندك خوف أو توتر أو قلق من اللاعب الإماراتي كايو أو برونو؟ وهذا هو تعاون بينهم كبير، تفاهم وانسجام واضح يعني. فعلا يعني اندفاعك قد يعمل لك مشكلة كبيرة، قد يكون هو الهدف عليك. نعم فعلا، أنا قلت أنه استكمالا للتحليل على أنه يشن هجوم من بداية لكي يجعل المنتخب الإماراتي يتراجع، لأن كلما خنقت كما كان ضد المنتخب السوري استطاع المغرب أن يجعل البلوك با عند الفريق السوري لأنه لا استطاع أنه يتهجم. ثانيا يجب كذلك الاحتياط من الهجمات المرتدة للمنتخب الإماراتي الذي يتقن الهجمات المرتدة، لأنه إذا هاجمت بقوة حذاري من الحملات المضادة للمنتخب الإماراتي، لأنه عنده لاعبين ممكن يخلقوا الفارق في الهجمات، لأنه ممكن أن تترك المساحات في الظهر وبالتالي يستفيد منها المنتخب الإماراتي. زميلك مايد يتساءل يقول أوكي لو بدأ المنتخب المغربي مهاجما، من أين الهجوم سيكون؟ هل عن طريق لعب الأطراف؟ هل هو من العمق؟ هل هو إسقاط الكرة خلف المدافعين؟ من الأطراف، لأن قوة المنتخب المغربي لاحظنا لا سواء على المنتخب السعودي ولا على المنتخب السوري كانت دائما من الأطراف، لأن عندنا لاعبين يجيدون المراوغات من الطرفين، وبالتالي كما قلت لك لأن إراحة 4 أيام و3 أيام، وكذلك لا ننسى أن المنتخب الإماراتي لعب 120 دقيقة في مباراة قوية. نعم. هل سيحتفظ على المخزون البدني للإمارات لكي تجاري المنتخب المغربي الذي فاز في 90 دقيقة؟ طيب أحمد سعيد، أنت نفس الشيء يعني، هو يقول لك أنا أطالب لاعبين المغرب أنه يبتدون اللعب المباراة هجوميا ويتفق أنه هو يلعب على الأطراف. احنا بنشوف المنتخب المغربي ممكن أكثر منتخب ورانا تنوع في أساليب اللعب في البطولة. يعني إذا بنشوف المجموعة دور المجموعات عن الدور الثاني في فرق كبير بأساليب اللعب وخاصة بأساليب الضغط. حتى بموضوع السرعة في اللعب هو ما اعتمد بالسرعة في كل المباريات، كان يعتمد السرعة لمراحل بعدين يلعب باستحواذ بشكل أكبر، فهو لعب في التكتيك في الموضوع البدني بشكل كثير كبير لأنه لعيبته كبار في العمر، فهو كان يعني بلغتنا معلم في هذا الموضوع للأمانة. فالسكتاوي قاعد بيعطي دروس في مواضيع التكتيك زائد البدني. موضوع الخبرة وموضوع اللاعبين الفرديين انتم حكيتوا عنه بشكل مميز، لكن إذا بنشوف السكتاوي متى ما يحتاج الضغط العالي بيعمله بتميز شديد، إذا برجع ضغط في وسط الملعب بيعمل الهجمة سريعة برضه بيعمله بشكل مميز. دفاعه المنخفض زي ما عمل مع السعودية برضه لعبه بشكل مميز وتحولاته بتكون سريعة جدا. فبالتالي هذا الفريق خطير جدا. منتخب الإمارات عنده كل الحلول الفردية، عنده كل الميزات تاعت الفريق الكبير اللي بيقدر ياخذ بطولة، إلا عنده مشكلة في الخط الدفاعي، مش في المنظومة الدفاعية، في الخط الدفاعي تحديدا في قلوب الدفاع زائد الكرات الثابتة. فباعتقادي إذا كوزمان قدر يخلص من هاي المشكلة وتقريبا مع الجزائر عملها بشكل مميز اللي هي الكرات الثابتة كان يدافع عليها بشكل مميز، وقلوب الدفاع يعني كانوا يمكن أفضل مباراة لهم مع المنتخب الجزائري. فباعتقادي المباراة راح تكون التفاصيل والجزئيات هاي تعتبر كبيرة في كرة القدم، يعني الأقل أخطاء هو على الأغلب راح يروح على النهائي.